صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست وبروفيشنال يوتيوبر مصريه. والنهارده احنا هنعمل اللوك الوهمي الخطير المعقد الجرافيك الارتستيك الاسترس ده كله مع بعض. فلو انت حابه تعرفي اللوك ده اتعمل ازاي كملي الفيديو لحد الاخر. طبعا ما تنسوش بكتب لكم تحت كل البرودكتس اللي استخدمتها بدرجاتها باسمها بنوعها، وكمان الديسكاونتس كود، يعني كودز الخصم المقدمه من الشركات لمتابعين مروه يحيى. وكده نكون خلصنا الانترودكشن الحلوه بتاعتنا. يلا بينا بسرعه على اللوك لان اللوك حلو. يلا بينا. بصوا احنا هنبتدي الفيديو على طول، مش هنعمل مقدمات بقى وبتاع، خلاص عرفنا. بغيب وارجع اديكوا فيديو 2 وارجع تاني اغيب، غيبتي اغطس الغطس بتاعي وارجع. بس هي الفكره بصراحه اللي انا عايزه اوضحها هو ان انا حاطه كونسيلر تحت العين بكميه محترمه وكتيره، وعشان يكنسل لي اي حاجه تحت عيني، لاني لو طلعت لكم بهالاتي هتتخضوا وهتخافوا عليا وهتفضلوا تسالوني مالك يا مروه، حزينه ليه، مرهقه ليه؟ يا جماعه كفايه مشاعر بقى بجد، انا هعيط مش قادره. فاختصارا للمشاعر الجياشه حطيت كونسيلر اوكي، وعملت السكين كير روتين بتاعي. اللانسز اللي انا حطاها النهارده هي ديليشس هاني من ديسيو، وكانت من بي ار باكج، هم بعتوها لي 2 من اللاين القديم و2 من اللاين الجديد. والحاويات المحترمه، لان الحاويات دي الحافظه بتاعت العدسات دي من ديسيو خطيره محترمه، ما بتسربش المحلول، بتحافظ فعلا على اللانسز. واللي هيسالني على درجه الكوركشن اللي انا عاملاها تحت عينيا دي بتكنسل لي اي هالات سودا اوكي، هي من سيجما. وبالمره اوريكم البي ار باكج دي برضو جات لي من سيجما. دول ال5 فرش هوريهولكم مع خطوات الميك اب. الفكره بقى في باقي البرودكتس اللي مع الكولاب خطيره. الحاجات اللي انا هوريها لكم دي من مفضلاتي من سيجما، البلاش والبرونزر والهايلايتر وكونسيلر وكوركتور في نفس الوقت. وهو ده البرودكت اللي انا هكلمكم عليه دلوقتي. البرودكت ده عباره عن درجتين بيجيلك من الكونسيلر والكوركتور للسكين تون بتاعك. نفس البرودكت ده انا هوريه لكم بس بدرجات مختلفه، لان هم كانوا باعتين لي اصلا ال3 درجات بتوعه اوكي، من لايت لميديوم ومن ميديوم لدارك ومن دارك لديب اوكي. طبعا باين انهي درجتي وانهي واحد انا مستخدماه كويس قوي. جميل جدا وخفيف لايت ويت، وفعلا بيكفر، يعني هو فول كفرج مع ان هو لايت ويت جدا جدا، يعني وزنه خفيف، ما تحسيش ان انت حاطه لاير طبقه على وشك. اللي باقي بقى في الباكج اللي هو البلاشر والبرونزر والهايلايتر هوريها لكم لما نخلص الوجه، هتشوفوا الدرجات الخاصه. بعد كده بقى تعالوا نبتدي مع بعض العين الثانيه اوكي. وهستخدم اول حاجه وهو برايمر بلويس طبعا، وابتدي ان انا ادمجه في السريع بفرشه من سيجما اسمها كونسيلر F75 F75. دي من احلى الفرش الفلات اللي تقدري توزعي بيها كونسيلر او برايمر فوق العين. بعد كده هستخدم باليت لو الشاشه تسعنا احنا الاثنين هتبسط اكتر. باليت من اعز، استنوا عشان اوريكم قد ايه انا بحبها، من اعز استنوا والله لو اوريكم قد ايه بحبها اهو باليت من اكتر الباليتس العزيزه على قلبي، واللي فعلا والله من اول ما دخلت باب بيتي انا ما بستخدمش غيرها. قولوا لي بقى عرايس، تقولوا لي كورسات، تقولوا لي يوتيوب عليكي على بنت خالتك، I love it لانها تستاهل اللوف اللي انا اديته لها والريسبكت اللي انا هديه لها تمام. وهي بلويس الويدنج ويش XL. اللي هيسالني جايباها منين يا مروه؟ جايباها من شيماء اوريجينال ميك اب فور يو بيج، تظهر لكم هنا، بجيب منها كل البرودكتس بتاعتي. تعالوا بقى نشوف الباليت. شفتوا الجمال؟ تاني راوند تاني، يلا شفتوا الجمال؟ اول درجه هاخدها وهي هابي تيرز، الدموع السعيده، وابتدي اعمل اللاين بتاعي بتاع الكريس اللي فوق ده. اول حاجه بالبيز الفاتح اللي هو اللون الاورنج شويه. شيلوا بقى كل حاجه من قدامي بليز لو سمحتوا عشان خلقي ضيق. انتوا شايفين اصلا ولا انا بكلم نفسي؟
كل مره every time. والله العظيم ظهري وجعني. يا عظمك يا رضا. ما يغركوش اللوك ده بيتعمل بالدموع. اقول لكم نصيحة في الفيديو انا بقولها از تكنيك في الكورسات. مسكة ايدك هي الموضوع كله. مسكة ايدك، محدش يجي يرسم لي خط في العين يمسك لي الفرشة كده. حبيبي انت كده بتحطي، انت كده الخط اللي هتحطيه هيبقى عريض، لان انت مديه العين الفرشه كلها حجمها كله. انت عايزه ترسمي خط، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل كده كده، فتيجي هنا ترسمي براس الفرشه. فيطلع لك الخط الى حد ما ايه، انسيابي رفيع، تقدري تتحكمي في ضغطتك. ده كده الخط البدائي، ده كده الخط البداية. بعد كده هنضف فرشتي اللذيذة، وبعد كده ابتدي امسك الخط ده بنفس الفرشة فاضية، وافضل ادمج ورايح جاي وامسكه واشده كده على فوق شوية. شايفين الدمج اهو؟ بمسك الخط على فوق على فوق على فوق على فوق على فوق على فوق اهو. بعد كده هبتدي اخد درجة بني وهي اسمها Lucky in Love. هي دي الدرجة اللي هي Lucky in Love، وابتدي نفس التكنيك ونفس المكان اللي انا هحط فيه بنفس حركة ايدي، وابتدي احط اللون البني على الخط الاورنج اللي احنا عملناه. بعد كده بنفس الفرشة هنضفها عيد نفس الخطوات، وابتدي ادمج اللون على فوق شوية علشان يديني النعومة بتاعة الكريس. بعد كده هاخد الدرجة السوداء في الباليت وهي اسمها No Objections. يس اوكي. بنفس كل حاجة هنرجع ونحط الاسود على اللاين نفسه. الاسود بتاع الباليت دي ما بيهزرش وما بيرحمش. لو غلطتي الغلطة فورة. فنهدى كده ونرسم اللطافة والحلاوة دي هنا. معرفش الكليب اللي فات اتصور ولا لأ، بس كنت بحط معاكم الخط الاسود وبقول لكم حطوه باحتراس، وبنفس التكنيك ابتدوا امسكوا الخط وشدوه لفوق عشان تدمجوه. وبعد كده نجيب البرايمر بتاعنا تاني وابتدي انضف الكوت كريز بتاعي. ودلوقتي هجيب نفس الفرشه اللي استخدمتها من سيجما في وضع البرايمر وهي كونسيلر F75. هي خمسة علينا بالعيد. خمس فوق الشوك وتخميس. خمسة بنكفي. خمسة كل خميس. ابتدي بما تبقى من الفرشه، مما تبقى من البرايمر في الفرشه، ان انا اوزعه كده اوكي على كامل الجفن عشان ابتدي اثبت الجفن. هبتدي اخد اللون الابيض في الباليت الدرجه دي yours truly. اخد فرشه من سيجما، من الفرش الرائعه اللي بحبها جدا جدا، وهي اصلا فرشه سكين كير. كنا عامله كده اوكي. وهي مكتوب عليها اي كريم S20 اي كريم. يس انا ماليش دعوه خالص بالمكتوب عليها، بتجاهل خالص وابتدي اثبت اقرب ما يكون لخط الكريس بالفرشه الرائعه. بنفس الفرشه بنفس الابيض فوق هنا عند الحاجه. بصوا بقى الحته دي ازاي هتحول المواضيع. عمال مأكد لي محمد مأكد لي ان الابيض ده رهيب. وبكده زمايلي الفنانين نكون خلصنا اصعب حاجه في لوك النهارده، وهو الكات كريس
باسود. من اصعب الحاجات اللي ممكن تعمليها في حياتك عشان يديكي السوان لوك اللي احنا شايفين ده. اوكي، هاخد فرشه من احلى فرش حياتي، وهي اللاينر الصغيره من سيجما، اسمها وينج لاينر E06. ما اعتقدش انها تطلع لكم، مش عارفه الفوكس، بس انا بقولها لكم يبقى في ثقه ان هي اسمها E06. وهناخد الاسود وابتدي احدد الخط ده. شايفين الجمال ده؟ هحدده هنا. نعمل الزاويه كده الاول، نمد زاويه العين الداخليه. اوكي، وبعد كده تبتدي تطلعي على ايه علشان تعلمي لنفسك على الكريس. شايفين الكريس هنا ده اللي هو اول تانية؟ اطلعي من اخر نقطة في الخط عليه اهو، منتهى السهولة. وكملي ولوني. اوكي، ابتدي بس املى بالاسود الجزء الداخلي كله. بعد ما خدت ربع العين كده باسود، ابتدي اخد درجة بني وهي Lucky in Love. Where's Lucky in Love؟ اهي دي بني مقرنش شوية. هاخد فرشة رقم E20 من سيجما، وهي فرشة تابينج صغننة. اوكي، واخد Lucky in Love. يس، وابتدي اتاب اللون. الدرجة اللي بعديها وهي Happy Tears اللي احنا استخدمناها فوق. هي بس مشكلتها ان الباليت كبيرة شوية، تحسي ان انا ايه بقلب فطيرة، فاهمين؟ وانا بوريها لكم. هاخد Happy Tears. فين Happy Tears؟ اهي. اوكي، تبقى في كده تدرج لطيف. وجنبها بعد كده ببتدي اخد الدرجة اللي هي فاو الفطيرة اهي. هبتدي اخد فاو الدرجة دي، وابتدي احطه في الاخر هنا. كل الالوان بحطها بالطول. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اروح للفرشة الرهيبة العظيمة دي، وهي من سيجما، اسمها Precision Firm Blender، وهي E42 E42 Precision Firm بلندر. ابتدي كده بمنتهى السلاسه والهدوء. استنوا ننضفها الاول يا ولاد عشان لو فيها اي لون كده ولا كده. ابتدي ادمج. انا مش هعمل حاجه، بس الفكره كلها انك بتدمجي ما بين كل تو كولرز لوحدهم. يعني هنا مثلا البني والاسود ادمجه لوحده. انضف. شايفين نظافه الخطوات عشان يطلع لك اللوك نظيف. هنا ما بين البني وما بين الاورنج ادمج بالطول. اقف انضف. اوكي، هنا ما بين الاورنج وما بين السيمول فاتح ادمج لحد هنا ايفن اف، حتى لو البلند مش واو. ليه؟ لان انا لازم اعمل خطوه بعد ما ارد على التليفون. الو، هرجع بالاي شادو اللون الابيض اللي في الباليت اللي هو يورز ترولي، وابتدي ابرس على اخر العين من النهايه. اخد برضو من اللون الابيض وابتدي انضف فوق هنا. بعد كده اروح استخدم القلم الفلوماستر من براو ات، اي قلم عندك، لان انا هستخدم الجزء الاسود اللي هو الايلاينر، وابتدي احدد العين من. شايفين وصلت لفين؟ اقف. اوعي تكملي. اكبر غلط انك تكملي. تروحي لفرشه الايلاينر، تاخدي كده وتبتدي تطلعي بما تبقى او اثر الايلاينر. انا دلوقتي جه في مخي فكره لوك تاني حالا، عايزه انفذها بقى في العين دي، فاهمين؟ طبعا انت مخلصه العين دي، لا ماليش دعوه، عايزه اعمل العين دي لوك تاني. حوار كده جه في مخي فظيع، بس انا عامله العين دي ومركبه الاستراس. خلاص يا مروه، روح الابداع بقى وروح الفنان لما تحضر. ماشي، لينا لقاء اخر ايها الايلاينر. تصدقوا يا شباب ان احنا خلصنا العين، ودلوقتي حان وقت لزق الاستراس. كل اللي فات حماده، وكل اللي جاي حماده تاني خالص.
توكلنا على الله، لان ده حرب محدش يعلم عنها شيئا، انا اللي اعلم عنها شيئا. لزق الاسترس، الموضوع تطور معايا جدا جدا جدا، موضوع الاسترس من الفيديو اللي فات. اوكي، ورحت جبت حفله، يا رب ما تقع. بيجيلي انهيار عاطفي. شايفين يا ولاد؟ لا والله ما هميل اكتر من كده، انا مش هميل اكتر من كده. شفتوا الحفله؟ اللي بيسالني يا مروه انت بتلزقي الاستراس بايه؟ اي لزق رموش عندك انا بستخدم دوبس، مش هعرف اوريلك لان انا ماسكه استراسايه دلوقتي، والموضوع ايه؟ يا نهار ابيض. الموضوع very sensitive very elegant، علشان نطلع اللي هنا هو اللي هنا. عارفين لو انا ماشيه بعشوائيه والله العظيم اخلصه في لحظه. للاسف انا مش ماشيه بعشوائيه والله يا جماعه. انا نظري راح من الحاجات دي، وحياه ربنا انا نظري راح من التفاصيل دي. انا مش دكتور الجراحه. انا خلصت اول كورنر. لا بس حلوه حلوه تستاهل النظر انه يروح، مش للدرجه. بحب الميك اب بس مش للدرجه. بعد كده 3 صغننين جنب بعض عشان نكمل السيمتريه. بفكر ان انا ازودهم عشان اتشل اكتر ونظري يروح اكتر واكتر. كانت صعبه بس معايا سهل. فاينلي خلصت الاسترس اخيرا. وطبعا عايزه اهرش في عينيا بطريقه عشوائيه، بس هنمسك نفسنا. تعالوا دلوقتي نكمل الوجه. الفاونديشن اللي انا هستخدمه النهارده هو من بي بيرفكت كوزماتكس، وكان مبعوت لي as an PR package. W5 هيكون مناسب معايا الدرجه دي، مش عارفه ظاهره لكم ولا لا. وهحط الفاونديشن بتاعي من فرشه من سيجما، وبصوا شكلها تحفه ازاي، بصوا الجمال. اوكي، دي كانت سبيشال اديشن ورقمها F47. وزي ما انتم شايفين كده باخد الفاونديشن على باليت خارجيه وابتدي ابفت ان في البشره، وجمال اللون وجمال الكفرج وجمال الفرشه. ايه ده، روعه. ناخد بالنا لان الطرحه بيضه وانا مش حامله بهدله بجد. فاونديشن خطير. الفرشة طريقة وضع الفاونديشن بيها بتخليه خفيف جدا على البشرة مع ان قوامه تقيل جدا. للمناطق الضيقة هنجيب فرشة تانية. بصوا بنقي في قد ايه. كل دي فرش من سيجما خطيرة. بصوا جمال. اما بقى الفرشة دي شايفين شكلها 4D HD كابوكي عشان الاماكن الضيقه دي. بعد كده وقت الكونسيلر هستخدم تو فيس طبعا درجه لايت بيج. هحط بس في المناطق الداخليه، وهثبت كل البيز الكريمي لوز باودر من سيجما درجتها فانيليا بين. بالمناسبه لو عجبكم اي برودكت من برودكت سيجما تقدروا تطلبوه من الويب سايت بتاعهم الرسمي. هحط لكم تحت الويب سايت، وهحط لكم كمان الكود بتاعي تقدروا تاخدوا خصم بالكود بتاعي من ويب سايت سيجما. ده غير كمان ان هم بيعملوا اوفرز كتير جدا في كل المناسبات، والاوفرز عندهم بتوصل ل 40% خصم. فاللي بيكون معجب بالفرش بتاعت سيجما او الباليتس او اللوز باودر او اي حاجه من البرودكتس انا بستخدمها متبقوش عارفين تجيبوا امتى، انا بقول لكم استنوا الخصومات بتاعتهم او استخدموا الكود بتاعي هتاخدوا نسبه خصم هايله. هستخدم كحل اسود جوه العين وهو كحل عهود. عايزه بقى استخدم رمش يكون فلافي يليق مع اللوك. بصوا انا ده مش هعرف اوريه لكم الا لما يركب. ده رمش خطير، ده من لاش اوت باي سوما الباك ال8. هلزقه وارجع لكم. كده العين از دون فاينلي، الحمد لله مش قادره اصدق. تعالوا نكمل الوجه عشان نكمل اللوك.
وطبعا الخطوة الجاية وهي الباودر برونزر والباودر بلاش والباودر هايلايت، وهستخدم التلاتة دول من سيجما. البرونزر بتاعي هيكون درجة لايت قريب قوي قوي الهولة. بلاش بتاعي الخطير من سيجما ودرجته اسمها سانسيت كيس، والهايلايتر هستخدمه برضو من سيجما درجة سافانا. الفرشة المفضلة عندي للبرونزر من سيجما رقمها F75، شكلها كده. بصوا الفرشة عملت شارب لاين في لحظة إلا لحظة. بنفس الفرشة هاخد الكومباكت باودر وانور بيها عشان برضو يديني دبل افكت ايه التكنيك اللي احنا عاملينه. هنسيبه يبيك شويه، وطبعا الانف هنسيبها تبيك. دلوقتي هستخدم البلاشر، وناخد الفرشه الصغننه من القمر ده من سيجما F76 وهي للتشيك. وهنبتدي نحط اللون، وما احلى اللون وما احلى الدرجه، وابتدي ادمجها مع البرونزر. شوفوا الناحيه دي على طول، واو بجد الدرجه دي رهيبه. اسمها سانسيت كيس، وهي فعلا سانسيت كيس، هي كيس وخلاص، مش لازم وقت السانسيت خالص. بفرشة من سيجما اسمها بلندنج E25. الله، خطير، خلى البشرة. ودلوقتي وقت الحمرة، وطبعا هستخدم أرواج عهود الجديدة الخطيرة. يعني انتوا لو عارفيني، لو متابعين فيديو من فيديوهاتي واحد بس، هتعرفوا ان انا لا استغنى عن سيدوس. الدرجة البيج الروعة الخطيرة اللي انا خليتها اوت اوف ستوك من البراند كلها شهور، يجي 7 شهور اوت اوف ستوك، ولسه راجعه في الستوك ويبعتوها لي علشان ااكد على البنات ان هي ان ستوك دلوقتي. قمر من درجاتي المفضله. انتوا شايفين الجمال؟ ايه ده؟ ايه الدرجه دي؟ واو، خطيره مع اللوك، وهميه حقيقي، درجه تهوس، درجه تجنن. وكده اكون خلصت اللوك. رسيت خلاص على الليبستيك ده، خطير موكا من عهود فظيع، رهيب 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 فعلا، عمل بوم للوك، عجبني قوي. وبكده نكون خلصنا. متنسيش تكتبي لي بوزيتيف كومنت تحت، وتعملوا شير للفيديو، تعملوا لي لايك، وطبعا طبعا طبعا ما ننساش يوم الدعم. هستنى متابعيني الاعزاء في الكات كريس وفي الاستراس ان انتوا تعيدوا اللوك ده تاني. اي حد حابب يشارك في يوم الدعم من جميع انحاء العالم يعمل اللوك، يركب صورته جنب صورتي ويعمل لي منشن في الستوري، وهشيره عندي كسبورت او كدعم مني ليك. وده ابسط حاجه اقدمها لمتابعيني حبايبي على الانستجرام. وكده نكون خلصنا. اشوفكم الفيديو الجاي، وهسيبكم للفاينل لوك دلوقتي. باي باي.